السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. النهارده بقى زي ما انتم شايفين انا قمت كده، عندي حبة نشاط، قلت اروح السوق. انا طبعا عادة ما بروحش السوق، بروح السوق في الطوارئ. اروح السوق لو عايزة اجيب سمك او عايزة اجيب حاجة محشي، لان دول انا ما بثقش في مجايب حد فيهم بصراحة. يعني لازم انا انقي حاجة المحشي بايدي، لازم اجيب السمك بايدي. اي حاجة تانية بقى مش مشكلة. زي ما انتم شايفين كده جبت شوية طلبات، بس يعني اللهم ارحمنا من الاسعار. بجد يعني حاجة صعبة قوي، ربنا يرحمنا يا رب ويتوب علينا من اللي احنا فيه ده. الحمد لله على كل شيء. زي ما انتم شايفين كده جبت شوية حاجات، يعني مش كتير بس والله يعني. لا فعلا الاسعار بقت اوفر قوي. زي ما انتوا شايفين كده انا جبت طماطم، جبت بطاطس، جبت خضرة، جبت فلفل الوان، حاجات يعني مش كتير. بس جبت بصراحة بقى عجبني الكابوريا قوي، فجبت كابوريا. الكابوريا الحمد لله يعني كان تمنها معقول، لقيتها ب60 جنيه. جبت سمك للشوي، مش شبار، الأكبر من الشبار شوية. عجبني كوبايات بقى. انا بصوا مدمنه كوبايات، عارفين اللي بيجمع طوابع او بيجمع عمله او كده، انا بقى بحب اجمع كوبايات واجيب. ما اعرفش ده حاجه عندي من وانا بنت لسه في بيت ماما. سبحان الله، بشوف الكوبايات والاطباق يعني اعصابي كده بتروح مني خالص. زي ما انتم شايفين شفت كوبايات حلوه لونها عجبني بصراحه. بصوا زي ما انتم شايفين كده هي كوبايات بسيطة قوي، بس فعلا بقى الحاجة بقت غالية. يعني ال6 كوبايات دول ب60 جنيه. انا فاكرة زمان الكوبايات دي الستة كده كانوا ب15 جنيه. الاطباق ديت بقى عجبني تقولها وعجبني خامتها. ولقيت الطبق بصراحة رخيص، يعني انا لقيت الطبق ب20 جنيه، فجبت 6. دي الكابوريا بقى فيها كبير وفيها صغير، بس بصراحة كلها نوتشي وفيها بطروخ. مش مقاس واحد طبعا، انتوا عارفين الكابوريا ما بتبقاش مقاس واحد، في الكبير وفي الصغير. بص بفتح لكم واحده بوريها لكم، فعلا كانت حلوه قوي قوي. كانت طازه، والسمك برضو كان حلو قوي. هو اكبر من الشبار شويه، بس بصراحه مش هقليه، انا هشويه. جبت بقى فلفل الوان، الكيلو ب30 جنيه، فجبت نص كيلو بس. الطماطم ب30 جبت 2 كيلو بس. البطاطس برضو ب25 جبت 2 كيلو. زمان لما كنا بنزل السوق يعني كنت ممكن اجيب 5 كيلو طماطم، 5 كيلو بطاطس، 5 كيلو بصل. لا الوقت لا بصراحة. يعني هناكلها وكل حاجة، بس لا يعني احنا ليه ما نجيبش احتياجاتنا بس. دي الردة بوريكم اللي انا ما كانش عندي ردة فعلا عشان اشوي السمك، فجبت على قد احتياجاتي. دي بطاطا بقى ان شاء الله اعملها معاكم. عجبني شكلها، لقيتها حاساها نضيفة كده، مش عارفة بصراحة، يعني لونها حلو فتحان كده، وكانت نضيفة. الكيلو ب5 جنيه، فجبتها عشان خاطر اعمل صينية بطاطا كده ان شاء الله اعملها معاكم. بس هنا حبايبي بفضي بقى الحاجة بتاعتي عشان ابتدي اليوم الشاق بتاعي. طبعا انا اليوم بتاعي السوق ده، انا المفروض اجي بس الحمد لله يعني ما خرجتش من المطبخ. زي ما انتم شايفين شديت المروحة حطيتها معايا في المطبخ، وانطلقت بقى مع السمك. عملت سمك مشوي، وعملت غسلت الخضرة بقى، وعملت رز، وعملت كابوريا. يعني كان يوم الحمد لله سوق وشقة. بس هنا حبايبي بفضل حاجة اروح اغسل الكابوريا بسرعة بقى كده، وجهزت حاجتي عشان اللي هتتشال في التلاجة تتشال، وظبط الخضرة بتاعتنا دي حبة الطلبات اللي انا جبتهم، مش كتير، مش زي ما كنت بنزل. يعني انا كنت فاكرة لما بنزل السوق ده كنت ببضع. لا المرة دي انا فعلا جبت حاجات مختصرة جدا، والحمد لله. بعد ما غسلت الكابوريا وحطيتها على النار كده بقى، طبعا حط لها بصل بقى كده، كام بصلاية حلوين، كام طماطمايه، فلفل اخضر. يعني ظبطيها بقى، لان احنا بنحب الشوربة اللي بتنزل منها، بتبقى طعمها فعلا جميل جدا. انا ولادي بيحبوا يشربوها كده مع الاكل. ظبطي التوابل بقى، كل ما هتظبطي التوابل بتاعت الكابوريا او الجمبري بيدوكي طعم حلو قوي للصنف اللي بتعمليه، وفي نفس الوقت الشوربة بتاعتهم بتبقى حلوة قوي. المية اللي بتنزل منهم الصوص ده بيبقى جميل قوي. انا بحطه في كوبايات كده، وبزود مية على فكرة عشان يطلع لي مية.
بزود كوباية مية كده عشان انا ببقى عايزة شوربة، يعني عايزين يشربوها يبلعوا بيها مع الاكل كده زي الحمص الشام. بشيل الحرفين بتوع الليمون كده، وبشيل البذر وبقطعه كده معاها، برضو بيدي طعم حلو برضو عشان الزفارة وكده. هي بصراحة ما كانتش زفرة ولا فيها ريحة ولا اي حاجة، الحاجة الطازة فعلا بتبقى جميلة قوي. ظبطي بقى الكمون والكزبرة والفلفل الاسود والملح والبهارات ظبطي الشوربة بتاعتك بقى كده والحياء بتاعها، عشان خاطر لما تيجي تشربي كده حبة شوربة منها تحسي بالطعم الجميل فعلا. بس هنا ظبطت الكابوريا بتاعتي بقى. بصوا عمالة احط في توابل، طبعا الحاجة اللي بتحبيها قلبتها كده بقى، ايه، مسكت الحلة كده رجيتها زي ما انتوا شايفين عشان اقلبها كلها ببعض، وسبتها على النار شوية. وبعد ما سبتها على النار شوية كده رحت مدياها، بس بعد ما سخنت، يعني بعد ما سخنت قوي ودخلت في السوا كده رحت مدياها شوية مية. بصوا من وقت للتاني بقلبها كده. هنا بقى خلاص حسيت ان خلاص الحاجة كلها اندمجت مع بعض، رحت مديها شوية مية. بس هنا حطيت السمك بتاعي على الصاج، وطبعا بحط عليه ردة. هو السمك المشوي بصراحة المفروض ما يتفتحش، يعني ما يتنضفش قلبه، لا انا بنضف قلبه لان انا ولادي ما بيحبوهوش كده، لازم اشيل القلب بتاعه. حطيت بقى شوية هريسة شطة وطماطم وفلفل والتوابل بتاعتنا كلها، وعصرت ليمون وجهزت التتبيلة كده، وبقلب السمك زي ما انتوا شايفين على الوش التاني. السمك المشوي ده يعني حاجة كده، يعني هو الأكل بتحس النهاردة كده ايه، حاجة تسالي يعني. أنا ما رضيتش بصراحة أقليه، يعني حبيت أشويه كده مع الكابوريا والرز طبعا بالبصل، حاجة كده أكلة من أكلات المصيف. انتوا عارفين اليومين دول هو المصيف، احنا لسه ما طلعناش مصيف لغاية دلوقتي، الولاد ظروفهم مش سامحة خالص، مش عارفين ياخدوا أجازة. بس ان شاء الله ربنا كريم يعني، ادعولي. بس هنا حبايبي خلاص، عملت التتبيله كده زي ما انتم شايفين بتاعه السمك. بطلع بقى السمك كده من على الصاج وبحطه في قلب التتبيله اللي احنا عاملينها ديت ومجهزينها، وبنضف الصاج عشان احط. بصراحه اول مره كده الرده جت مني زياده شويه. بس طلعت السمك بقى في السرفيس اللي هنقدمه كده، وعملت الرز، قطعت بصلايه كبيره حلوه كده، بصلتين. البصل طبعا في الرز كل ما بتزوديه بيبقى احلى. بتحمري البصل كويس قوي، بتديله لون حلو عشان خاطر الرز بتاعنا يطلع لونه حلو. بحب احط الميه على البصل عشان تغلي شويه وتديني لون للرز. بس هنا غسلت الرز وصفيته وحطيته على الميه بعد ما غليت، وظبطت الملح وشويه كمون ويغلي غلوة كده ووطي عليه. وهنا بقى كانت الكابوريا بتاعتنا اتعملت وسمك اتشوى وغسلنا الجرجير. نبتدي بقى نغرف الاكل بتاعنا كده زي ما انتم شايفين، الريحة بقى والطعم، بصوا قاعدين في مصيف. والله فعلا الاكل كان حلو قوي و... واليوم برضو كان شاق وحلو قوي. فالحمد لله. هنا الكابوريا بتاعتنا اهي استوت زي ما انتم شايفين، غرفتها. والمية الشوربة بقى دي حاجة كده، بصوا فاخر من الآخر، حاجة فعلا طعمها جميل جدا. أنا ولادي بيحبوا يشربوها كده جنب الأكل. أه بحط لهم كوبايات كده فعلا وبيشربوها مع الرز وهم بياكلوا بتبقى ليها طعم حلو كده، عاملة زي حمص الشام. بس كده يا حبايبي، ده بسم الله ما شاء الله بقى السمك بعد ما اتشوى، حاجة يعني كده ما شاء الله، ألف هنا وشفا. الكابوريا طبعا. وده كده كان نهاية الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم، يا رب ما كنتش طولت عليكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك الحلو والسبسكرايب والكومنت الحلو بتاعكم بيساعدني، وهستنى رأيكم في التعليقات، واشوفكم في فيديو جديد. كلنا نصلي على الرسول بقى كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.